السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقالنا أكتر من 15 يوم بفضل الله قافلين على العجول في العنبر دوت. فأول لقطة بفضل الله عز وجل هفتح عليهم، هشوفهم هيعملوا إيه في المكان الجديد تاني بعد تصليحه، ويا رب ما يهدوني تاني إن شاء الله. فخليكم معايا وتابعوا معايا إن شاء الله بإذن الله. مش هعرف افتح الباب يا جماعه لان وراه سباخ كتير خالص، فانا هضطر انضف وراه، وساعه ما اجي افتح هراجع تاني. معلش ان الهوا عالي، انا نضفت ورا الباب هفتح لاول مره. ما تنساش لو انت اول مره بفضل الله بتشوفنا ادعمنا باشتراك، تنورنا بفضل الله كل الله، وما تنساش تدعمنا بلايك وتفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد بفضل الله يكون عندك على التليفون. اسحب صلي على النبي. اسحب اسحب يلا حو حو يلا حو صلي على النبي صلي هنا. بفضل الله يا جماعه اول مره ينطلقوا. شوف العجول بقى هتهد الدنيا. طبعا يا جماعه العجول دي من يوم ما جت عندي بفضل الله وهم عجول صغيره، وهم كانوا مطلوين هنا بفضل الله اول مره. طبعا بيتعرفوا على المكان الجديد. طبعا ما مليتش ميه لان المحبس انا نسيت مكنه اللحام في البيت، ونسيت اجيب المكنه عشان الحم المحبس في ماسوره الصرف. طبعا ماسوره الصرف انا عامل حسابي عليها ومظبطها وكل حاجه بفضل الله تمام، وعامل حسابي طبعا بفضل الله الماسوره اللي عند العجل ديت هعمل عليها السقف الجاي ان شاء الله، وهيبقى في ماسوره ثانيه هنا. وشوف يا جماعه العجول بفضل الله. شوف يا جماعه، شايفين يا جماعه الروح؟ شايفين يا جماعه الموضوع يا جماعه كبير خالص. تخيل شايف بفضل الله. صلى على النبي لو بتشوف المال الحلال ده يا جماعه، عشان كل واحد ربنا يبارك له في الحاجه اللي هياخدها بفضل الله. صلى على سيدنا النبي. شايف بقالهم 20 يوم بفضل الله موجودين في العنبر المقفول دوت. النهارده بفضل الله اول مره ينطلقوا، اول لحظه بعد التصليحات اللي عملوها، وان شاء الله مش هيصبروا، ده هيهد الدنيا اكتر ان شاء الله باذن الله. فلو شايف المال الحلال دوت بفضل الله ادعمنا بصلاه سيدنا النبي، وادعمنا باشتراك ولايك بفضل الله عشان كل ما ننزل فيديو جديد بفضل الله. طبعا العجل بيجري واقع اهو ما شاء الله، وهيقوم تاني بفضل الله. فصلى على سيدنا النبي لو انت بتشوفنا، وادعمنا بصلاه سيدنا النبي بفضل الله. طبعا يا جماعه بفضل الله ربنا يسترها ان شاء الله عليهم، لان الموضوع هيبقى صعب في الطلقه الاولانيه دي بفضل الله، فربنا يسترها ان شاء الله. فلو انت بفضل الله عز وجل شايف المال الحلال دوت، صلي على سيدنا النبي، وما تنساش تسعى وتشقى في شغلك، وربنا هيبارك لك ويعوض عليك دايما خير. وربنا يبارك لكل الناس بفضل الله عز وجل، ويبارك لكل واحد بياخد حاجه او خد حاجه بفضل الله، او حجز حاجه ربنا يبارك له فيها ويجعله في ميزان حسناته يا رب، ويتقبل منه العمل الصالح بفضل الله. تحياتي لكم، اخوكم حسن الفار، كل سنه وانتم طيبين. طبعا ده يا جماعه الحوض اللي هناك ده بفضل الله، الحوض ده هو الحوض الكبير بفضل الله عز وجل. طبعا هم 10 دقايق، انا عارف عجولي وعارف بهايم 10 دقايق بفضل الله، وممكن اصور لك تاني بفضل الله يكون هدوا شويه، لانهم هيجروا كده زي 10 دقايق، عارفهم متعود عليهم بفضل الله. طبعا ما مليتش هنا ميه في الحوض ده، لان الحوض ده هنعمل العجول الصغيره ان شاء الله بالمره، وربنا يسترها ان شاء الله باذن رب العالمين، ويدوم علينا يا رب الخير. وكل سنه وانتم طيبين بفضل الله، وبعود عليكم الايام دايما بخير، وكل سنه وانتم طيبين. وما تنساش لو بفضل الله اول مره تشوفنا بفضل الله ادعمنا بلايك. وطبعا يا جماعه السعي والشجا والتعب جنب شغلك هو ده يا جماعه افضل ثمره تعملها. يا جماعه شكرا للناس اللي جالت لي تعليقات واللي كاتبه لي اسئله عايزني اجاوب عليه. انا بفضل الله عز وجل كنت مشغول الفتره دي بفضل الله في موضوع العجول بفضل الله، وكنت مشغول في التجهيزات بتاعه المزرعه والناس اللي بتحجز شغل، فكنت مشغول شويه، فسامحوني بفضل الله. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هرد على كل حاجه ان شاء الله باذن الله، واي حد عنده حاجه بفضل الله محتاجها بفضل الله بنكمل بعضنا بفضل الله. يعني انت لو كاتب لي سؤال
سؤال في التعليقات واحنا بنكمل بعض وانا ما ردتش عليك بفضل الله، انتظر مني بفضل الله عز وجل ان انا بفضل الله هرد عليك ان شاء الله باذن رب العالمين، وهبعت لك الرد بتاعك قريب ان شاء الله بفضل الله. هتلاقيني بفضل الله منزل لك الرد. سامحوني لو الهوا عالي، بس انا طبعا فاض بيا ان انا لازم اطلق العجول، يعني صعبانين عليا كتير، بهدلوا خالص جوه. طبعا ما كنتش عارف اكنس تحت منهم يا جماعه بحكم ان انا مش عارف افتح لهم، فالحمد لله رب العالمين. طبعا هم اتبهدلوا كتير شويه، بس القفله جوه كانت حلوه لهم ما شاء الله، غيرتهم كتير بفضل الله زي ما انت شايف اهوت. العجول ما شاء الله كويسه. طبعا العجول هنا بتجري جري جامد صراحه، بس ربك يسترها ان شاء الله ويبارك ان شاء الله باذن الله، ويعدها مستوره دايما يا رب عندك وعندي وعند اي حد بفضل الله عز وجل. ربنا يسترها معاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. لما انت بتسعى وبتشجع تحت الحاجه الله عز وجل بيعوضك وبيعوض عليك خير دايما. فانت بفضل الله عز وجل اسعى واجتهد جنب مالك وجنب حالك، والله عز وجل هيرضيك. وتخيل ان رضا الله عز وجل اعظم من كل شيء، رضا الله عز وجل اعظم من كل شيء في الدنيا. فالحمد لله رب العالمين. انت اسعى واجتهد، والارزاق ده على الله. بداوا بفضل الله يهدوا شويه ان شاء الله، واحده واحده كده، و10 دقايق ولا 5 دقايق كمان بفضل الله. وطبعا هعلفهم ان شاء الله بفضل رب العالمين ان شاء الله. وطبعا هم بيناموا هنا وبيشطحوا وبيتبسطوا جدا 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 وبيرتاحوا يعني بفضل الله. طبعا يا جماعه لو ربنا كرمك ومن عليك والامور عندك مناسبه بفضل الله تمام، في المطلوب خير والمربوط خير، كله بفضل الله. يدوم عليك الخير يا رب دايما، وربنا يسترها معاك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في كل شيء تعمله يكون لله عز وجل. اسف ان انا طولت عليك. اول مره بفضل الله عز وجل بتشوفنا، ادعمنا باشتراك. تعالى يا دبابه، دبابه لو انت اول مره، تعالى لو انت اول مره بفضل الله عز وجل بتشوفنا بفضل الله، ادعمنا باشتراك تكون منورنا بفضل الله. احنا كل هدفنا هو الدعم للشباب ورفع معنويه الناس والشباب ان هي تبدا بالحلال. والحاجه الثانيه بفضل الله لو انت ادعمنا باللايك، اللايك ده الفيديو ده بيوصل لغيرك. تحياتي لكم، اخوكم حسن الفار. وسامحوني ان انا بقدم لكم كل حاجه، بوريكم كل حاجه. انا بحب اشارككم العمل عشان انت تشوف الخير وتشوف النعيم بفضل الله، وتسعى وتعتمد على الله. والله عز وجل امشي، والله عز وجل هو حسبك. اهم حاجه تتجه الله عز وجل وتسعى ان ربنا يرزقك، والرزق ده الله عز وجل سيبعته لك لحد عندك بفضل الله عز وجل. كل سنه وانتم طيبين. ولو عايزين اي حاجه تحت امركم اكتب لي في التعليقات لو انت محتاج اي حاجه. ولو عندك وقت هنزل لك الفيديو ده بفضل الله. لو لسه عندك وقت فاضي اسمع الفيديو ده هيفيدك ان شاء الله. سلام عليكم.